السلام عليكم، معكم كمال. سيمانه جديده، كتاب جديد. كنقولوا اللي فاتك بليله فاتك بألف حيله، وانا كنقول اللي فاتك بحيله فاتك بألف ليله. والكتاب ديال اليوم فيه بزاف ديال الحيلات. اختاريت اليوم كتاب كيتعتبر من اهم الكتوبه باش تلونسي البيزنس ديالك ودوز من الزيرو، يعني من والو لذاك الدرجه الاولى باش تبدا تبني الشركه ديالك، حيت البديه هي اللي صعيبه. غادي نهضر لكم على الكتاب From Zero to One ديال بيتر تيل، او الترجمه ديالو من زيرو لواحد. هذا الكتاب معروف عالميا وبدل الحياه ديال شحال من مقاول كان باغي يتلونسا وكانت ناقصه واحد شويه ديال الزعامه. الاشكاليه اللي كيطرح بيتر تيل هي كيفاش يقدر الواحد يتلونسا، يعني يدوز من الزيرو، مازال ما عنده والو، عنده غير الفكره ويحط الساس ديال البروجي ديالو ويبدا يبني. بمعنى اخر، كيفاش نقدروا نبداو في بروجي جديد ونخلقوا شي حاجه جديده من والو؟ الجواب ديال بيتر تيل ساهل. خاص الواحد يخرج من الزون دو كونفور ديالو، ياخذ واحد شويه ديال الريسك ويدخل لينوفاسيون او الابتكار على داك البروجي ولا البرودوي اللي باغي يدير. ولكن في البراتيك او التطبيق هادشي ماشي ساهل. وسي بيتر تيل اللي عنده اكسبيريونس كبيره وسيد ملياردير كيعطينا وسائل بسيطه وحيلات زوينه باش الواحد يبدا. كيركز لينا بيتر تيل في هذا الكتاب على لينوفاسيون او الابداع، اللي هي حاجه اساسيه الا بغيتي تلونسي البروجي ديالك. الواحد ما يتكافاش ينقل الحاجه اللي ديجا كاينه في المارشي، ولكن اهم حاجه هي الا نقل يدير حسن ويدخل المارشي بانوفاسيون جديده اللي تميز البرودوي ديالو. هذه الفكره مهمه بزاف وغادي نطرقوا لها بالديتاي في هذا الفيديو. الكتاب شويه تكنيك، دونك تانستالا مزيان، دير لك شي قهيوه ولا اتاي باش تشد ستون، حيت مهم بزاف تعرف هاد لي زانفورماسيون والمعلومات الا كنتي باغي تبدا ولا ديجا كان عندك البروجي ديالك. في هذا الفيديو غادي نحاول نبسط ما امكن المفاهيم ديال بيتر تيل ونعطي امثله. كنصحك تاخذ دي نوت ديال الافكار اللي عجبوك باش تبقى عاقل عليها وتطبقها في البروجي ديالك ولا اللي باغي دير ان شاء الله، حيت هاد الافكار من ذهب. شكون هو بيتر تيل؟ بيتر تيل ملياردير كان عشير ايلون ماسك، وداروا باي بال بجوج ليبوك من بعد ما باعوها في 2002 ب 1.5 مليار دولار، ودا فيها بيتر تيل 55 مليون دولار. كان كيانفيستي فلوسه في شركات ناشئه بحال فيسبوك، كان سلف 500 الف دولار ليبوك لمارك زوكربيرغ الكرياتور ديال فيسبوك، دار دي انفستيسمون في سبيس اكس، لينكدين في البدايه ديالهم. هاد بيتر تيل معروف بالقدره ديالو باش يعرف اش من شركه غادي دير بوم في المستقبل. فاش قلبت عليه هاد خونا مريقل كيفاش كيشرح الاشياء، الطريقه ديال الفيزيون ديالو على العالم. شوفوا دي فيديو ديالو تري انتريسون، عنده اراء قويه على المستقبل ديال التكنولوجي، الاقتصاد والمجتمع. معروف بالدعم ديالو للافكار الليبراليه والترانسهومانيزم، اللي هو موفمون كيدعم الابحاث العلميه باش الانسان يعيش اكثر واكثر. بالنسبه لبيتر تيل التقدم كياخذ جوج ديال الاشكال. الشكل الاول هو التقدم التقليدي واللي كنسميوه لو بروغري اوريزونتال او التقدم الافقي، والشكل الثاني هو خلق الجديد والابتكار، وهذا هو التقدم العمودي او البروغري فيرتيكال. وهذا الشكل ديال التقدم الثاني هو اللي كيعجب بيتر تيل وكيركز لينا عليه في الكتاب ديالو. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، خاصك ديما دير شي حاجه اللي فيها واحد لا فالور اجوتي او ابتكاريه، وهذه بالنسبه لبيتر تيل هي اهم حاجه باش تميز الشركه ديالك او البرودوي ديالك. غادي نشوفوا مجموعين في هذا الفيديو 5 ديال الاسئله اللي طرحها بيتر تيل في هذا الكتاب، واللي تقدر تسول بها راسك الا بغيتي تبدا في لونتربرونيا وتلونسي الشركه ديالك، واللي الاجوبه ديالها كتادي للنجاح ديال البروجي اللي غادي دير وكتخليه متميز بلينوفاسيون ديالو في المارشي. السؤال الاول كيهضر على المونوبول او السيطره، كيفاش تقدر تسيطر على المارشي اللي باغي تلونسي فيه البروجي ديالك. صراحه هاد الفيزيون جاتني واحد شويه اكستريميست، ولكن مزيانه. علاش؟ حيت كاع لي زاكسيون اللي غادي تكون كدير كيوجهوك باش تكون ديما احسن. كيقول لنا بيتر تيل دير استراتيجي في اللون تيرم اللي غادي تعطيك واحد الفيزيون ديال شهور او سنوات ديال فين باغي توصل. مثلا دير واحد التخطيط او شيما ودير فيه لاكس دو طون، وتقول من لهنا 6 شهور باغي نديفلوبي البرودوي ديالي، مثلا من لهنا عام باغي نقاد فيه السيت ديالي ونخدم على الماركتينغ. هاد الفيزيون خاصها دار على سنوات باش يعرف الواحد تقريبا فين باغي يوصل. وكيفسر لنا بيتر تيل باللي اهم حاجه من غير البديه هي لا بريباراسيون ديال استراتيجي ديال البروجي ديالك. بيتر تيل كيقول لنا نفكروا باش نقدموا منتوج ولا خدمه اللي اونيك ومتميزه بارابور لي كونكورون اللي كاينين في المارشي. وشحال ما كان البروجي ديالك متميز، شحال ما كتاليميني لي كونكورون، سورتو اصحاب الكوبي كولي. وهذا هو التعريف ديال المنافسه او الكونكورونس. ملي كيكونوا بزاف ديال الشركات اللي بحالك مثلا اللي عندهم نفس المنتوج ولا الخدمه او السيرفيس وكيتنافسوا في نفس السوق، وهكا كتبقى مسيطر على السوق. كيقول لنا بيتر تيل الشركه عندها جوج ديال الاختيارات باش تبقى منافسه او كومبيتيتيف. يا اما غادي يكون مفروض عليها تهبط الاثمنه ديالها. مثلا شركه بحال ابل كتبروبوزي اثمنه اللي هما غاليين بارابور الكونكورونس والمارشي، ولكن كيبروبوزيو برودوي اللي هو فريد وانوفون او مبتكر، وهذا الشيء اللي كيخليها تخلي الاثمنه ديالها طالعين وتبقى في نفس الوقت مسيطره على المارشي. وهنا بيتر تيل كيشرح هذه الفكره بمبدا باريتو او مبدا ال 20/80. يعني في اي مجال اختاريتي تلونسا 20% ديال الشركات ديال هذا المجال هما اللي شادين 80% ديال السوق باكمله، وكتلقاهم سوا شادين السوق حيت معروفين منذ زمان ودايرين بلاصتهم، سوا حيت عندهم واحد لينوفاسيون
انوفاسيون في السيرفيس اللي كيبروبوزيو. وهذا مبدا او برانسيب مهم الواحد يحطو بين عينيه قبل ما يتلونسا. ندوزو لسؤال ثاني مرتبط بالمداومه والاستمراريه. شنو هما الموارد اللي عندك باش تبقى مداوم وما تلاشيش واخا تزير القضيه؟ باش تفهم معايا الفكره غادي نشوفوها بمنظور عكسي. عدم المداومه هو اللي كيقتل او كيفشل البروجي او الشركه اللي داير. اذا المداومه مع الوقت وتحدي كاع هذوك الصعوبات والعقبات هي اللي كتخلي البروجي ينجح. نعطيو المثال ديال شركه لينكدين فاش كانوا تلونساو في 2002. 4 سنين الاولى كانت صعيبه بزاف، كان برانسيب جديد اللي هو دير ريزو غير في انترنت، كانت معاناه كبيره باش يتلونساو وكانوا غادي يسدوا الشركه. بقاو مداومين وما بغاوش يلاشيو حتى 2006 فاش بدات الشركه كتولي واحد شويه غونطابل. هاد النوع ديال الشركات اللي عندها منتوج فريد ومبتكر او انوفون ما كيكونوش عندها ارباح في الاول، ولكن مع المداومه كتطلع الارباح مع الوقت وكتولي مسيطره على المارشي. دوزو السؤال الثالث اللي كيسولك بيتر تيل هو واش قادر تخلق اون انوفاسيون او ابتكار في المنتوج ديالك؟ هذه الاخوان والاخوات في ليكونومي سميتها اون تكنولوجي دو روبتور، ما عرفت السميه ديالها بالعربيه ولا بالدارجه. هادشي كيعني بلي البرودوي ديالك كيكون انوفون او مبتكر والمستهلك كيدخل هاد لينوفاسيون في الحياه ديالو اليوميه. مثلا ليفريزون ا دوميسيل اللي كنشوفوها دابا بحال ديليفرو، بشويه بشويه الناس ولاو دامجينها في حياتهم. لابليكاسيون ساهله في الخدمه، فيها كاع لي ريستورون فاست فود اللي كاينين في المدينه ديالك، وسهلات ليفريزون ا دوميسيل ولات من العادات ديال الكونسوماتور او المستهلك، وهذه هي اللي كتسمى ليكونومي دو روبتور. كيقول لنا اذا سي بيتر تيل فكر في شي ابتكار او انوفاسيون في البروجي ديالك اللي يقدر يكون عنده تاثير على الحياه ديال المستهلك وتبدل ليه العادات ديالو. انا كنت شفت هذا المثال عند خضار كيبيع الخضره في الدار البيضاء، كيليفري للناس الخضره كل سيمانه، كيقولوا ليه شنو باغيين في واتساب وهو كيليفري لهم الخضره حتى لعند باب دارهم. هاد السيد فهم يكسب الثقه ديال الكليان ديالو بالمعقول، يعني كيليفري لهم الخضره في الوقت وحتى الكاليتي ديال الخضره اللي كيليفري لهم، وعودهم على هاد القضيه مع الوقت. ولات عاده عند الكليان ديال هاد الخضار باش تليفري لهم الخضره ديالهم كل سيمانه. هاد الخضار ولا كيربح الوقت حيت كيدير دي ليفريزون في نهار واحد، وكيربح اكثر حيت ولا عنده الكليان اكثر. اذا بدل العادات ديال المستهلك، وهذه هي اللي كيهضر عليها بيتر تيل. دوزو السؤال الرابع اللي هو مهم، واش كتعرف ناس اللي تقدر تعول عليهم في البدايه ديال البروجي ديالك؟ كاينه قاعده مهمه عند الكاتب لدرجه انها كتسمى قانون بيتر تيل، واللي كتقول الاساس ديال الشركه هما الناس اللي خدامين فيها، وإلا كان هذا الاساس ماشي صحيح الشركه عندها نسبه كبيره ديال الفشل. اول مسؤوليه عند مؤسس ديال الشركه هي انه ياخذ قرارات صحيحه من الاول. اول قرار هو مع من غادي يبدا. الا كنتي في شركه بوحدك ماشي مشكل، الشركه كتعول على المهارات والكفاءات ديالك انت بوحدك، ولكن الا كنتي مخدم معاك الناس، الاساس ديال الشركه ديالك هما المهارات ديال الناس اللي خدامين معاك. وهذه كنشوفوها بزاف عند الناس اللي داروا شركات وبداو صغار وكبروا الشركه ديالهم وداروا لاباس مع الوقت. كاملين كتلقى عندهم ناس اوفياء وثقه، كيف ما كنسميو البرادروا ديالهم واللي كانوا خدامين معاهم من شحال هادي ومن التاسيس ديال الشركه. مثلا التاسيس ديال بايبال كان كيعتمد بزاف على الناس اللي كانوا خدامين فيها، كانوا كيسميوهم مافيا بايبال. غادي ندير عليها فيديو جديده حيت قصه خطيره، كانت بيناتهم ثقه كبيره ومفاهمين وغير الطيارات. كانوا كينعسوا في البيرو ما كاينش مشكل، كيخدموا 14 ساعه في النهار بحال الضحك، وكل نهار وصلوا لاهداف كبيره ومن والو كلشي ولا مليونير. وكاملين من بعد لونساو الشركات ديالهم بوحدهم، بحال ايلون ماسك اللي اسس سبيس اكس، ولا ريد اوفمان اللي كريا لينكدين، ستيف تشين اللي كان امبلوي في بايبال تا هو واسس يوتيوب، وشي ناس اخرين اللي اسسوا ييلب، يامر، اوبن اي ولا بالانتير. والمعلومه ديالكم بيتر تيل كان من اول انفستيسور اللي انفستيسا في اوبن اي الشركه ديال تشات جي بي تي. وكيشرح بيتر تيل باللي بدون هذيك الفرقه اللي كانت معاه ما كانتش بايبال غادي توصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه اليوم. كينصح اذا باش الواحد يختار بعنايه الناس اللي غادي يخدموا معاه، حيت هما اللي غادي يهزوا ليه الشركه ديالو، وهذا هو السر باش يكون عندك ساس صحيح باش تنجح. اخر سؤال كيطرح لك سي بيتر تيل قبل ما تلونسا هو ديال التوزيع والبيع ديال المنتوج. واش عندك الوسائل واستراتيجيه باش تبيع المنتوج ديالك؟ اهم واخر ايطاب هي ديال البيع، حيت بلا بيع الفلوس ما كتدخلش. المشكله ديال بزاف ديال الناس اللي يلاه بادين هي ما كيفكروش في استراتيجيه ديال المبيعات ديالهم في الاول ديال البروجي. باش تنشر فكره ولا برودوي او منتوج خاصك تقنع الناس يشريو هذا المنتوج ديالك. هادشي كيعني بلي خاصك تفكر كيفاش غادي تبيع وتوزع المنتوج ديالك من الديبار، ويبان لك كجزء اساسي في استراتيجي ديال التصميم ديال الشركه ديالك. كيأكد عليها بيتر تيل هاد لابارتي مهمه بزاف. المثال اللي نقدروا نعطيو هو ديال سيغواي، الرويضات اللي عندهم قيدون وكتركب عليهم، اللي كان منتوج انوفون او مبتكر وعنده بوتونسيال كبير، واستراتيجيه المبيعات ديالو ما كانتش مدروسه ولونساوه غالي بزاف، كان داير على ما اظن $1000، والاقبال ما كانش من طرف المستهلك. غادي نعطيك واحد الملخص خفيف ظريف على هاد الخمسه ديال الاسئله اللي يلاه شفنا باش تبقى عاقل عليهم. اول سؤال هو ديال السيطره، واش كتظن باللي البرودوي ديالك او الشركه ديالك غتكون عندها سيطره في السوق اللي غادي تمشي فيها؟ ثانيا الاستمراريه، واش كتظن باللي الشركه ديالك تقدر تكون عندها استمراريه في الاعوام اللي جايه؟ السؤال الثالث هو ديال الابتكار، واش المنتوج ديالك مبتكر او انوفون بارابور للمنتوجات اللي كنقدروا نلقاوهم في السوق؟
السؤال الرابع، واش كتعرف الناس اللي تقدر تعول عليهم ولا تبدا معاهم في الاول ديال البروجي ديالك؟ السؤال الخامس ديال البيع والتوزيع، واش عندك استراتيجيه باش تبيع البرودوي او المنتوج ديالك؟ وصلنا للاخر ديال الفيديو. كتاب 0 to 1 كتاب اوت اوف ذا بوكس اللي فيه افكار خارجه على الافكار التقليديه اللي كنعرفوا على لونتربرونيا، كيبقى مرجع للناس اللي باغيين يتلونساو ويديفيرونسياو على لا كونكورونس في المارشي. شخصيا كتاب فهمني اهميه ديال لينوفاسيون في لونتربريز، وباش نبقى حاط بين عيني هذه النقطه ديال ديما زيد الجديد بالنسبه للكونكورون ديالك. فهمت باللي فاش كنتلونساو في اي مجال لينوفاسيون هي اللي كتميزك في السوق وكتخليك تبيع اكثر. اهم نقطه بالنسبه لي غادي نبقى عاقل عليها في هذا الكتاب هي المبدا ديال باريتو. فاش تلونسا دير في بالك باش تكون من هذوك 20% ديال الشركات اللي كتسيطر على 80% ديال السوق اللي في المارشي ديالك. وكيف ما قال لنا بيتر تيل، هذا 20% ديال الشركات هي اللي كتكون عندها شي حاجه زايده على الشركات الاخرين. اذا قلب على اشنو تقدر تزيد باش تميز على الاخرين. كنصح اي انتربرونور باغي يتلونسا ولا ديجا ملونسي باش يقرا هذا الكتاب، حيت فيه دي ديتاي اللي مهمين وغادي يفيدوك. بغيتك تحل لابليكاسيون ديال لي نوت في التليفون ديالك وتقيد واحد 2 ولا 3 ديال النقاط اللي جاوك مهمين في هذا الكتاب باش تبقى عاقل عليهم. شكرا على المشاهده، كان معكم كمال.